صالح بن فهيد السهلي كان عنده راعي سوداني اسمه بخيت أبو ماحي، بينهما علاقة حب وود قل نظيرها وعز مثيله. كان الناس يرونه راعيا، ولكن صالح كان يراه أخا محبا. وكان بخيت يبادله نفس المشاعر. وفي اليوم السابع من شهر رمضان بهذا العام 1434 هجرة، وقبيل الإفطار، كان بخيت يعبر أحد الطرق في مدينة الخلق، فجاءت سيارة فصدمته فتوفي في الحال رحمه الله. نزل الخبر كالصاعقة على صالح، ولكن لا مفر من قدر الله، وجاء وشارك في الصلاة عليه وفي دفنه. وفي اليوم التالي جاء صالح للمراح، فلم يتمالك نفسه حينما رأى الإبل والغنم والخيمة وكأنها تسأله عن أبو ماحي، فقال أبياتا باكية تستمعون إليها بصوت عبد الله بن محمد القليبي: مرحوم يلي مات شهر رمضاني في عصر 7 يوم جته المنية، جاني خبر موته وهمي طواني، وهلت دموعي عقب كانت عصية. جيت المراح وكل ما به دعاني، بخيت وينه ما له اليوم جايه. جاوبت انا ودموع عيني مثاني، عسى في الجنة وداره عليا. ومن عقبها شفت الحزن في المتاني، وشفت الغنم تبتي وشفت المطية. موتك يا ابو ماحي بقلبي كواني، وخلى دموع العين عقبك همية. شافك راعي بس انا شي ثاني، شفتك خوي ما يبور بخويه. يا بخيت حن القلب وسط المحاني، الله يجازي من بيشره عليا. يا والله اللي راح درب اليماني، راعي العلوم الطيبات الزكية، ما عاد لي رغبة حلال ومجاني، من عقب راح بخيت روح وليا.
عسى في الجنة خالد وهاني، عند الولي يحيا حياة هنية. يلا دخيلك من صدوف الزمان، والنفس بالمكتوب يا الله رضية. يلا دخيلك من صدوف الزمان، والنفس بالمكتوب يا الله